السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 3 يوم رمضان، كل سنة وانتم طيبين. وبما ان موجود الحاجات دي فانتوا عرفتوا ايه اللي هيتعمل النهاردة، اللي بيحتاج حلل كتير وترويقات كتير، واحنا الحمد لله هنعمله على طول. هنا عدس جبة، مكرونة مخلطة للكشري، الرز، الطماطم، كيس صلصة، كيس الشعرية، هنحتاج توم، هنحتاج خل. تعالوا يلا بينا نشوف هنعمل ايه النهاردة، وحاجة خفيفة كده على الفطار. كان في طبعا اكل بتاع اول يوم رمضان بقى لتاني يوم. وكل سنة وانتم طيبين، وكل سنة ورمضان في بيتنا يا رب ساتر كل البيوت. حطيت مية عشان نسلق المكرونة، وهنجهز بقى نحط مية على العدس عشان يتسلق. علقت على المية، وهنا حطيت العدس بقى يستوي كده. يكون انا غسلت الرز عشان اعمل رز بشعرية او اعمل اي حاجة، يعني ما اقعدش فاضية على ما هو يعمل. 3 بصلات كده حلوين، هنقطعهم ترنشات ونرش عليهم شوية ملح عشان ينشفوا، ونحطهم على وش كل طبق. قطعت البصل اهوت، هرش عليه بقى شوية ملح واسيبه كده على ما اخلص اللي ورايا، واقوم حطاه في زيت يكون سخن على الاخر. هنا العدس بدأ يغلي بس لسه برضو مستواش. رشيت على البصل ملح، وهسيبه بقى مع نفسه كده يجي 10 دقايق. زي ما يجي على ما اخلص اللي ورايا حودك فاضي، عشان الحلل اللي هتتعمل جديدة ما يكونش وراكي حاجة تاني. نزلت في المكرونة، حطيت للمية شوية ملح اكنك بتسلقي مكرونة عادية، ونزلت بالمكرونة الكشري ونسيبها بقى تستوي. حاجات الكشري بتبقى مستوية كلها، وهنا الكشري لسه وطيت عليه شوية عشان ياخد سوا براحته. هقشر بقى شوية توم عشان الدقة وعشان صلصة الكشري. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان متهنيين. ما تنسوش الاشتراك حبايب الدار، روجي وحسين. اشتراك، تفعيل زر الجرس، اختار الكل، تعليقاتكم الجميلة، وصلوا على النبي حتى في قلب الكومنتات. مش هتخسر حاجة يعني لما تصلي على النبي، ده انت هتكسب حسنات كتير قوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا المكرونة استوت، طفت عليها وغسلتها. وهنا العدس استوى برضه، طفت عليه وغسلته. وهنا غسلت الرز عشان اعمل رز بشعرية للكشري. حطيت بقى سمنة على زيت، وانزل بالشعرية لما الحاجة تفك كده. نزلت بالشعرية على ما تصفر، انزل بها بالرز. نسيت خالص ان انا اسخن مية عشان الرز. يلا خير. كشري يا مروجي في رمضان؟ ايوه كشري يا ستي في رمضان، لا دام حاجة موجودة في بيتك ربنا يديمها يا رب ستر وصحة ونعم. عيالي امبارح بقول لهم هتحبوا تاكلوا بكره على الفطار، عشان هما بقى صغيرين واكلتهم خفيفة كده، اللي هو عاوزين حاجة على قدهم، ملهمش في اللحوم خالص. في الاسماك انا اللي بنضف وبيتهدحلوا في الاخر مش عاوزين ياكلوا. فربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب، اللي هم بيطلبوه انا بعمله لهم. ما تنسيش بقى يا حبيبة قلبي وانت قاعدة تتفرجي كده علينا، يعني الاشتراك، زر الجرس، تفعيل زر الجرس، واختار الكل، اعملي لايك جميل، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في قلب كومنتاتك الحلوة. اللي بيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي عليه 10 مرات. قلت كده على ما الشعرية تصفر اقوم عاملة الصلصة بتاعة الكشري. بعمل لها، حطيت الزيت، حطيت حتة سمنة، وهنزل عليها بالثوم صفيري كده، واقوم نازله عليها بمعلقه صلصه، واقوم ضربه شويه طماطم في الخلاط وتسبك، واحط عليها اللهم صل على سيدنا محمد كزبره ناشفه، بحط عليها ملح، بحط عليها كمون، بحط عليها سنه فلفل اسمر، بحط عليها سنه شطه عشان اللي هم طبعا اطفال ما ينفعش يكتر الشعريه تتحرق مني. لحقنا الشعرية قبل ما تتحرق، قلبتها ونزلت عليها بالرز، وهنزل عليها بقى بالمية السخنة، وحطيت سنة ملح بسيطة كده، لان اللي هحط كل التوابل بتاع الكشري لما اجي اقلبها، اجي اخلط الحاجات على بعضهم، بقوم نازله بالملح والكمون، واقوم نازله بيها على الحاجه كده وهي ناشفه، واقوم اقلبها. نزلت بالمية السخنة، وهنا بقى هغطي الرز واشوف هعمل بقى الصلصة،
والدقة خلاص هي اخر حاجة بقيالي، واحمر البصل في الزيت ونعمل لهم سلطة ان شاء الله. هنا بقى بدأت اجهز الصلصة بتاعة الكشري. حطيت الزيت والسمنة زي ما قلت لكم، ونزلت بالثوم، لا اما تفرميه تنعميه خالص، لا اما تعمليه حتت صغيرة. فانا عملت حتت صغيرة كده، وهنزل عليه بالصلصة معلقتين صلصة ان شاء الله كده على ما يصفر. بعد كده انزل عليها بالطماطم اللي انا فرماها في الخلاط. شغاله الغساله وانا بعمل الكشري، يا رب بس يعيننا كده وننشر قبل الفطار ان شاء الله يا رب. هنا التوم لسه، وهنا الرز خلاص قرب اهو ينشف من الميه خالص، ونوطي على البوتاجاز ونقلب بقى الحاجه. خلاص التوم اهو يا حبايب قلبي بدأ اصفر خالص كمان. هننزل عليه بقى بالصلصه. نزلنا على الثوم بالصلصه ياخد يدي مع نفسه كده، ونقوم بقى نازلين عليها بعصير الطماطم. نزلنا بعصير الطماطم على الثوم والصلصه، هنسيبها تاخد يدي مع نفسها كده شويه برضو على ما تتسبك. وننزل عليها بالملح اللهم صل على سيدنا محمد، والكمون، ومعلقه كزبره ناشفه، وسنه فلفل اسمر، وتكون كده خلاص استوت. نروح بقى نعمل الدقه. بتحاولي كده وانت واقفه بتعملي الكشري تكون كل حاجه مفضيه حواليك، لان الكشري يعني يوم مواعين. الكشري كركبه مواعين بصراحه، فكل ما تخلصي حاجه بتغسليها. جهزنا علبه عشان نعمل الدقه بتاعه الفول. معايا شويه فول، لا اما افرمه، لا اما تفرميه خالص ناعم ناعم، لا اما تخرطيه حتت صغيره. يلا بينا. عملت الثوم. افرمي الثوم ماشي، قطعيه حتت صغيره ماشي. هننزل بقى بالثوم دوت بشويه ملح بسيطه، وكزبره ناشفه، ونص معلقه كمون، وعصير ليمون، ليمونتين 2، ونص كوبايه خل، وهننزل عليها بكوبايه ميه. يلا بينا. هنا بقى عملت الليمون، عصرت الليمون زي ما قلت لكم، ثوم ملح بسيط، كزبره كتره بالكزبره ماشي، معلقتين شاي ماشي تمام، كمونه ماشي. يعني الدقه روحها الكمون روح الدقه زي ما بيقولوا. عاوزه تحطي معلقتين برضو كمون تمام. هننزل بقى بنص كوبايه خل، وبعد كده كوبايه ميه. يبقى كده الدقه بتاعتنا خلصت. ونحط التوابل للصلصه، يبقى كده تمام الكشري تمام. ولسه برضو سايبين الملح في البصل في الملح، اعذروني يا جماعه من اللخبطه. هنا جبت حله ونزلت بالمكرونه والعدس بجبه. اوريكم بقى مواعين الكشري ومواعينه. قلت ما احط بقى الحاجه في الحله عشان لما اخلص كده اقوم مروقاها وغسلاها. خلصنا كده الدقه، هنغطيها بقى ونشوف اللي بعده. نسيت اقول لكم اديها واحده قلب كده على السريع في قلب العلبه او في قلب الحاجه اللي انت هتعمليها، وتبقى تمام كده. خلاص الدقة خلصت. خلاص منك ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان متهنيين. هنا نزلت بالتوابل. حطيت كزبرة ناشفة، حطيت معلقة ملح، نص معلقة كمون، حطيت شطة ربع معلقة شطة، حطيت برضو ربع فلفل اسمر. هننزل بقى الرز كده يعتبر استوى، هننزل عشان نغسل الحلة دي هي كمان مع اخواتها، ويبقى كده تمام. كشري خلاص جهزنا دقته، جهزنا الصلصة، جهزنا كل حاجة للكشري. وبألف هنا وشفا. مش شرط تعملوه النهاردة، اعملوه بكرة، اعملوه في اي يوم. النهاردة في على رأي حماتي الله يرحمها لما كانت تقول مثلا مش كل يوم ولد، اللي هو مش كل يوم لحمة وفراخ وسمك. الله يرحم أمواتنا جميعا. الله يرحم والدي وجدتي وجدتكم وأموات المسلمين اللهم اجمعين. اللهم امين. هنا سايبه الصلصه تتسبك خالص مع نفسها ومطيه عليها. والرز استوى، هنزل بيه برضو على الحاجه، على مكرونه الكشري والعدس بجبه، ونحط له بقى التوابل بتاعته. نبدا بقى نجهز الزيت عشان نعمل البصل. بتقولوا لي يا مروجي للكشري يعني مواعين كتير؟ لا، انا ساعات خالص لما اكون موريش حاجه يا جماعه
بقوم عاملة حلة واحدة بس، وهي مصفى واحدة بس. حلة بقوم سلقة فيها المكرونة واصفيها في المصفى. لما تستوي قلنا حاجات الكشري بتبقى مستوية خالص، واقوم ركناها على جنب، واحط بقى في الحلة زي دي. بقوم مفضية لما تصفي خالص المكرونة واغسلها تمام، اقوم حطاها في حلة زي دي، واقوم حاطة المكرونة فيها. وفي نفس الحلة اللي انت سلقة فيها المكرونة تديها شطفة سريعة تمام، وتقومي حاطة العدس بتاعك في نفس الحلة. وفي نفس المصفى اللي انتي صفيتي فيها المكرونة صفي بيها العدس. وكده يبقى انت استخدمتي حلة واحدة وما بهدلتيش نفسك. النهاردة عشان اتأخرنا بس في الفطار كده، يعني انا بعد العصر بكتير، وغير مناهدة العيال فيا كل شوية يا ماما مش عارفة اعملوا وكسروا يلا خير، ربنا يهديهم يا رب. هنا المواعين اهي تركناها، قلت اعمل الحاجة واحط بس اللي واعمل البصل. وتكوني مجهزة طبق زي ده وحاطه فيها مناديل مطبخ. ما عندكيش مناديل مطبخ هاتي ورقة فاضية مش مكتوب فيها اي حاجة وحطها في الطبق. الحرب شغالة بره وقاعدين يضربوا بعض. وهنا خالص استني لما الزيت يسخن وانزلي عليه بالبصل. للاسف نسيت اولع البوتاجاز على الزيت. ولعنا على الزيت، هنسيبه يسخن خالص وبعد كده ننزل بالبصل. هنا خلاص غطينا الحلة على الكشري بعد ما حطيت الرز، وحطيت مكرونة، وحطيت العدس وقلبته، وحطيت الملح، وحطيت الكمون وقلبته برضو. وكده قفلنا على الحاجة. هنا الطماطم خلاص كده اتسبكت، هنقفل عليها هي كمان. نشتغل بقى مع البصل على ما البصل كده يعمل في الزيت يصفر كده، ونكون احنا غسلنا حاجة من الكركبة بتاعة الكشري. كل سنة وانتم طيبين. ياريت تكبروا قناتنا باشتراكاتكم الجميلة، بلايكاتكم الأجمل، بتفعيل زر الجرس الأحلى، وما تنسوش تختاروا الكل، كومنتاتكم الجميلة. صلوا على النبي في قلب التعليق. لسه بادئين بيكم نكبر، ياريت تكبرونا وتكبرونا أكتر وأكتر وأكتر. حطينا أول طاسة هنقعد نقلبها. وهنا بدأنا في تجهيزات اللي أنا بروق المواعين. غسلت الخلاط، هبدأ بقى اغسل الكركبة ده كلها، وفي الاخر تشوف الحوض شكله هنا قاعدة اقلب فيه اهو. لازم ايدك يبقى فيه، يعني ما تعمليش حاجة وراكي وتنسي البصل. ايدك تبقى فيه عشان كله يصفر مرة واحدة مع بعض وتطلعي مع بعض. صبنت المواعين بالصابون، وقلت بقى اشوف البصل. كل سنة وانتم طيبين وبرمضان متهنيين. كل سنة والأمة الإسلامية كلها يا رب في كل مكان بخير. قاعدين يحسبوا برا أيام رمضان، ما يعرفوش ان 3 يوم يعني فاضل لنا ان شاء الله 27 يوم كده ان شاء الله يا رب. أطفال بقى وقاعدين يستنوا مستنين المغرب، ربنا يعينهم يا رب ويعين المسلمين كلهم يا رب على الصيام. والله شهر جميل، يعني ما بنحسش بيه والله خالص. شهر راحة وما فيهوش تعب وما فيهوش اي حاجة. خلاص يا حبايب قلبي كده طلعنا اول طاسة اهيت. وكده يبقى الكشري خلاص خلص. وحطيت تاني طاسة ان شاء الله تكون كده خلصنا. وهنا مواعيننا متجهزة اهوت. وخلاص كده هنخلص المطبخ، يبقى كده ما عادش فاضل لنا الا السلطة. وعملت السلطة معاكم على القناة. يا رب تكونوا اتبسطتوا معانا، ويا رب تعملوا لنا اشتراكات، يا رب تعملوا لنا تفعلوا زر الجرس، اختاروا الكل، وتعليقاتكم الجميلة. وصلوا على النبي في قلب التعليق. خلصنا حضن يا حبايب قلبي، سايبين بقى المواعين تتصفى، وخلصنا الكشري بتاعنا، وخلصنا اللي ورانا. نعمل سلطتنا بقى ونجهز عصيرنا. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم ينعاد عليكم بخير يا رب. كل سنة ويدخل بيوتكم بالستر والصحة والعافية يا رب. ما تنسوش الاشتراك، ومش كل شوية افكركم يا حبايب قلبي يا حلوين. يا رب نكون خفاف عليكم، واقول لكم السلام عليكم.